رجل يمني، وأهل اليمن أهل إيمان وأهل رقة وأهل حكمة كما بينت قبل ذلك في محاضرة كاملة. أنا داخل الحرم وماشي عادي متجه إلى الكعبة، ولفت نظري من ناحية اليمين هذا الرجل الكبير بلحيته البيضاء الجميلة وبوجهه المنير المشرق وبكيفية دعائه، رافع إيديه بالكيفية دي، يعني كأنه يعني لو كان ثوبه مظهرا لأظهر إبطين. مش عاوز أقول بياض إبطين لأني لا أعلم، إنما البياض هذا خاص بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني رافع إيديه وبيتضرع إلى الله بطريقة، عمال يقوم كل شوية وهو جالس كأنه يعني طريقة مناجاة تخلع القلب. فأنا بعد ما خطوت رجعت تاني، قلت لا ده ما يسبش. لقيت الراجل سبحان الله حالة دعاء غريبة، هزيت رجعت، مش عاوز أقطع عليه مناجاته لربه، لا أريد أن أقطع هذه المناجاة الرائعة. ما أبقاش فقيه ولا أبقى حكيم ولا أبقى يعني خلاص الراجل له حال مع الله دعه، لكن أنا عاوز أتعلم. فجلست إلى يمينه بالخلف منه حتى لا أشغله، وتركته وظلت أنظر إليه. أقول لحضرتك يعني تدعي 10 دقايق ماشي، طب ربع ساعة، طب نص ساعة، طب ساعة إلا ربع. الراجل مش عاوز ينزل إيده، ودعاء وبكاء وإلحاح في الدعاء غريب. وبعدين سبحان الله لفت نظري رجل نفس الحرم داخل الحرم، وبعد خطوات لفت نظره أيضا هذا الرجل فرجع، وبرضه واقف كده وقعد يراقب وينظر إليه. وفي الآخر مد إيده أخرج مبلغا كبيرا جدا من المال وألقاه في حجر الرجل وانصرف. الرجل لم يلتفت وظل في دعائه. ما أعرفش هل هو شعر بالمال أم لم يشعر، لا أدري والله، وأنا جالس أراقب الموقف باهتمام شديد. وبعدين فجأة الرجل نظر وجد المال فابتسم، ما مسش المال، رفع راسه تاني للسماء وظل يدعو الله عز وجل وقتا طويلا. وبعدين رجع عد الفلوس وبكى وقعد يدعو تاني. كل ده وانا متابع بس في حالة صعبة من البكاء. وبعد ما خلص وهدأ وحط المال في جيبه قمت رايح له سلم عليه وبيس راسه. قلت له أسألك بالله قل لي انت كنت بتقول ايه وايه الموضوع؟ قال له انت مالك؟ قلت له انا عارف ان السؤال رخم بس والله تقول لي. فشافني يعني عاوز اعرف بصدق، فنظر الي كده وقال لي يعني عانقني اجلس، ما يعرفنيش، وباختصار شديد قوي قال لي والله يا ابني، والله يا ابني ما كان يعرف كربي الا هو، والله يا ابني ما كان يعرف كربي الا هو، واللي انا جاي له بيته عشانه وطلبت منه جل وعلا اداني قده مرتين. ما سمدش ايده لحد، للملك. قال لي والله يا ابني مرتين، ما قالش بقى الرقم خلاص.